انا الصدفيه، انا اللي كنخليك تبقى غير تحك في راسك حتى كيبدا يسيل بالدم، كنبقى مرتاحه النهار كامل وكنخليك حتى تبغي انت تنعس وكنوض لك انا. الا بغيتي تهنى مني دير هاد النصائح اللي غادي نقول لك، ولكن خصك تداوم هاد الشيء ولا غادي نرجع لك تاني. اول حاجه ما تبقاش تدوش بالماء سخون حيت كينشف الفروه وكيزيد الالتهابات في الفروه الشعر. غير الماء دافي بركه. وخصك تعرض فروه الراس للشمس مباشره لمده قصيره حيت كتنقص الالتهاب وكتقتل الخلايا اللي انا عايشه بهم. وما نساوش الترطيب ديال الفروه مهم بزاف، بقى استعمل فازلين ولا زيت الكوك ولا مرطبات طبيه. وما تستعملش الشامبوان العادي، انا ماشي غبره. العطور والمواد الكيماويه اللي فيه كتنشف الفروه وكتخليني نتهيج. غادي نعطيكم جوج من احسن لي شامبو طبيه اللي غادي يعطيكم نتيجه من الاسبوع الاول. استعملوا واحد فيهم. هذا ماشي اشهار، ولكن تاغيو الشركات باش يدوروا معايا. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا منه. والا عجبك الفيديو دير جيم واشترك في القناه باش يوصلك الجديد ديالنا وتشجعونا اكثر، وخلي لينا شي كلمه زوينه في التعليق. السلام عليكم.